بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده انا هعمل ايه؟ اكلة مطبخ. تمام. هعمل ايه؟ الممبار اهو غسلته، وانا منزله لكم فيديو قبل كده ازاي اقلبه وازاي بنضفه. اللي ما شافش الفيديو، انا طبعا اختصارا للوقت غسلته ونقعته في ميه بملح بليمون بسكر، وقلبته تاني وغسلته تاني زي القشطه اهو زي ما انتم شايفين. بالنسبه لدي دي لحمه راس. تمام. ادي لسان ماشي، وادي فشه. الحاجات دي برضو غسلتها كويس قوي قوي قوي، ونقعتها برضو في محلول ميه بملح بليمون بسكر. تمام. وغسلتها غسله نظيفه، ورحت حاطه عليها حطها على النار واخده غلوتين، ورحت نشلاها ودلقه الميه وحط لها ميه تاني عشان تتسلق فيها ميه نظيفه تاني، وعملت معاها بصله وشويه فلفل اسمر. اتسلقت وطلعت بالطريقه دي. هبدا بقى ايه؟ اقطعها القطع. تمام. ودي الخلطه بتاع الممبار برضو انا عاملاها معاكم قبل كده. تمام. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، انا بحشي الممبار اهو. طبعا انا مورياكم الطريقه قبل كده، اللي ما شافهاش يدخل على القناه بتاعتي وهيشوف الممبار من اول غسيله لحد حشوه كل حاجه. ماشي. انا مقطعاه زي ما انتم شايفين كده. وطبعا الرز جنبي ما بزفرش الرز كله، بحط بالمعلقه كده وايه، وابدا احشي. احتجت تاني بحط تاني عشان لو فاض شويه رز ما يبقاش ايه مش نظيف. بصوا بعمل ايه. بصوا، صلوا على رسول الله. ادعوا لاهل غزه وفلسطين، لبنان، السودان. ادعوا لمصر، ربنا يحفظها من كل سوء من كل عدو جبار. ادعوا لنا يا رب يا رب، الامان يا رب، الامان يا رب. بصوا حبايبي اهو. طبعا انا ايه ما بكبسهوش قوي. ليه بقى؟ عشان اسيبه يتنفس عشان ما يفرقعش. شايفين؟ وطبعا انضف منه الرز كده عشان الحله ايه وهو بيتسلق ما يبقاش كلها رز. هبدا بقى ايه اخلص الكميه كلها زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى ايه احط حله الميه اسلقه. وخليكم معايا وصلوا على رسول الله. مفيش اسهل من حشو. بصوا اهي اهي. اهو. اخلص الكميه كلها وارجع لكم. صلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، ادي الممبار اهو حشيته وهو خلاص داخل في سوا. هبدأ بقى ايه احط الملح وانشله. بصوا بقى شوية ممبار، مش قادرة اقول لكم، مش قادرة اقول لكم على ريحته، مش قادرة اقول لكم على ريحته. وطبعا ريحته بتدل على طعمه، حاجة كده فخر من الاخر. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. خلاص هحط الملح وهبدأ ايه انشله. الملح اهو. صلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. الممبار اهو اتسلق. تمام. ونشلته خلاص كده على التحمير. هنحمره ونرشه في ايه شويه ملح وفلفل اسمر. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، صلوا على رسول الله. ادي الشعريه اهي بحمرها عشان هعمل رز بشعريه جنب اكله المذبح. وادي الكفته اهي
تمام. هعمل ايه؟ هبدأ احط عليها شوية مية مغلية من الكتل. تمام. وهسيبها تستوي. وادي التسبيكة بتاعة الكرشة اتسبكت اهي. هبدأ ازودها شوية مية من الكتل وابدأ ايه اسقط الكرشة فيها. تمام. انا لما يكون مثلا مفيش كرشة بعمل جنب اكلة المذبح دي مكرونة، لكن طالما في كرشة يبقى لازم رز بشعرية. تمام. دي عبارة عن ايه التسبيكة دي؟ عن توم، تمام، ومعلقة سمنة بلدي ومعلقة صلصة والطماطم اللي هي المعصورة العادية. تمام. هتغلي وهبدأ أسقط الكرشة فيها. وادي الرز الشعرية اهي، هديها اللون الحلو وابدأ أقلب الرز معاها. وادي الكفتة اهي، هسيبها لحد ما تستوي. وخليكم معايا وصلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. شوفوا الكرشة، بصوا الجمال والحلاوة. خلاص كده خلصت. هبدأ بقى ايه احط الملح، وحطيت التوابل كمون وفلفل اسمر. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. وادي الرز اهو هشربه. وادي الكفتة اهي بتاعت اكلة الحاتي دي خلاص خلصت. تمام. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. ادي اهو اكلة السمينة اهي بحمرها. بحط عليها معلقة توم، نقلب. حطيت شوية ملح وحطيت شوية فلفل اسمر، وخلاص دي هتتغرف. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. هغرف الاكل واوريكم الشكل النهائي. صلوا على رسول الله. ده كان الشكل النهائي لاكلة المذبح. كرشة، كبدة، الرز. الف هنا وشفا اللي هياكل. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.